حصل خناقه قبل كده بسبب ان شخص ما كانش عايز يبص للتاني وحس انه مش طايقه؟ الحقيقه ان الشخص الاول رقبته كانت وجعاه ومش قادر يحركها. انا الدكتور احمد الديب، اخصائي العلاج الطبيعي والتخسيس العلاجي. يلا نفهم الم الرقبه في دقيقه من عيادات الكرم. ألم الرقبة بيكون بسبب تشنج عضلات الرقبة، وده غالبا بسبب انك ثبت راسك في وضعية واحدة لفترة طويلة، زي السواقة لفترة طويلة، أو القعدة على الكمبيوتر، أو مسكة الموبايل بطريقة غلط، أو النوم لفترة طويلة بوضعية واحدة معينة، وطبعا القعدة الغلط اللي بتحمل بيها زيادة على فقرات وعضلات الرقبة واللي بتسبب لها إجهاد. عشان تحفظ نفسك من الألم خلي بالك من قعدتك، وتأكد دايما إن ظهرك مفرود، وبلاش الشنطة التقيلة اللي بتحمل على كتف واحد والرقبه طبعا. وطبعا نام بوضعيه كويسه، يعني يكون راسك بمحاذاه لجسمك. ده غير كمان انك لو جربت تنام على ظهرك مع رفع الفخذين على مخدات، ده هيحميك كتير من الالم، لان دي اكتر وضعيه بتبقى مريحه للعمود الفقري. بس لو الالم استمر لفتره طويله او لاحظت اعراض تانية، تقدر تحجز على رسائل الصفحه او تزورنا في عيادات الكرمة في اي وقت.